شم النسيم يعني بيض ملون هنفرح بيه ولادنا وكمان بألوان طبيعية موجودة في البيت. أول لون عملته بالكركديه شوية كده قليلين حطيتهم في كنكة على النار أو كسرونة وعليهم شوية قدهم مرتين من المية، وعلشان اللون يثبت على البيض بنضيف شوية خل في كل لون هنعمله. اعملوهم ميكس مع بعض وخلوهم بس يغلي، وخلوا بالكم كل ما هيغلي أكتر كل ما اللون الأحمر هيتقل، بس في الحقيقة في الآخر مش هيديني لون أحمر وهتتفاجئوا باللون. تاني لون عملته كان بالكركم، حطيت كده 3 4 معالق من الكركم وعليهم برضو شوية مية، وطبعًا برضه شوية الخل اللي قُلت لكم عليهم علشان تثبيت اللون، هتخلّوهم يغلوا كويس على النار لغاية لمّا يتقل وتشيلوهم. أنا صفّيت الكركديه وصفّيت كمان الكركم. خلّوا بالكم افرشوا حاجة كده علشان أي لون لو جه على أي حاجة بيثبت ما يطلعش بسهولة. كده بقى عندي لونين، واللون التالت هاعمله ميكس بين اللونين دول، وممكن كمان لمّا نغلي قشر البصل هيطلّع لون مختلف خالص. تقدروا بقى تتحكموا في اللون عن طريق إنكم تزوّدوا الأحمر شوية أو الأصفر شوية، المهم تطلّعوا لون مختلف. خلّوا بالكم بعد ما تسلقوا البيض استبعدوا البيض المشروخ خالص في القشرة بتاعته.